بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية التهنئة إلى أعضاء نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، وذلك بمناسبة تتويج النادي بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2018. ومما جاء في برقية جلالة الملك، فبمناسبة فوز نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2018 يطيب لنا أن نتوجه إليكم ومن خلالكم لكافة مكونات الفريق وجماهيره العريضة بأحر تهانئنا على هذا التألق الرياضي القاري الكبير والمستحق. وبهذه المناسبة نوه جلالة الملك بكافة مكونات هذا الفريق العريق من أطر طبية وتقنية وإدارية ومن مسيرين ومدربين ولاعبين لما بذلوه من جهود حثيثة أثمرت تعزيز الفريق لرصيده من الألقاب القارية، مشيدا جلالته على وجه الخصوص بما قدمه اللاعبون من أداء كروي رفيع وبما أبانوا عنه طيلة أطوار هذه المنافسة من روح رياضية وتنافسية متميزة، مما جعلهم يمثلون كرة القدم المغربية أحسن تمثيل. وعلى إثر تتويج فريق الرجاء البيضاوي بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أجرى جلالة الملك مكالمة هاتفية مع رئيس النادي جواد الزيات ومدرب الفريق خوان كارلوس غارديو وعميده بدر بانون، وأعرب لهم جلالته عن أحر تهانئه بهذا اللقب الذي يتوج مسارا متميزا. وخلال هذه المكالمة الهاتفية التي أعقبت المباراة التي احتضن مساء أمس ملعب الشهداء بكنشاسا ضد فريق فيتا كلوب الكونغولي، كلف جلالة الملك رئيس النادي ومدرب وعميد الفريق البيضاوي بإبلاغ تهانئه للاعبين وللطاقم ولمشجعي الفريق بهذا التتويج الهام الذي يشكل مصدر فخر لكافة الجمهور الرياضي وللشعب المغربي قاطبة. فوز تاريخي إذن حققه فريق الرجاء الرياضي أمس بتتويجه بطل لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. التتويج يأتي بعد انتظار دام ل12 سنة، وكان من قلب ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية أمام فريق فيتا كلوب. فرحة عارمة سادت كل مكونات الفريق والجمهور الذي رافقه إلى كينشاسا. تقرير خالد الرغوت وبعثة الأولى إلى كينشاسا. بعد غياب عن منصة تتويج القاري دام ل15 سنة كاملة، أخيرا فريق الرجاء البيضاوي يحقق عن جدارة واستحقاق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم من أمام خصمه فيتا كلوب الكونغولي، وذلك رغم خسارته بملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا. تتويج الرجاء البيضاوي يعد الثاني له في هذه المسابقة بعدما سبق له أن حقق اللقب الأول سنة 2003 رفقة المدرب الراحل الفرنسي هنري ميشيل. فاحنا هذا اللقب تنهديه اولا صاحب جلاله نصره الله والشعب المغربي كافه والشعب البيضاوي وكذلك الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي، وتنشكروا جميع من ساهم وشارك في هذا الانجاز هذا. كنبغي نشكر جميع اللاعبين على الروح القتاليه ديالهم، الكل ضحى على هذا اللقب. مرينا بفترات صعيبه في المقابله ولكن ما نزلناش يدينا وربي ما خيبناش. الحمد لله هذا اللقب اليوم بين يدينا. الحمد لله تنشكر اللاعبين اللي قادوا بجهود خرافي من بدايه الموسم، الحمد لله وتوجنا، لانك ملي كتقوم بواحد المجهود كيجازيك الله سبحانه وتعالى. ويأتي تتويج فريق الرجاء البيضاوي بهذا اللقب القاري ليعزز به سجله الذهبي في المنافسات القارية، حيث يتوفر على 3 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، لقبين في منافسات الكاف، وكذلك لقب في منافسات كأس الأفرو السوية. مسيرة فريق الرجاء البيضاوي في منافسات هذه المسابقة كانت جيدة، حيث حقق 11 فوزا 3 تعادلات وانهزم فقط في مباراتين. استطاع أن يسجل هجومه 34 هدفا كأفضل خط هجوم في المسابقة. المباراة ما كانت سهلة رغم الهزيمة، الحمد لله كان المباراة اللي لعبنا في كازا كانت عطاتنا واحد الأريحية باش نلعبوا هذه المباراة، والحمد لله كنشكروا في هذا يعني كيبقى هادشي كله رضا الوالدين. وعاشت مدينة الدار البيضاء مساء أمس الأحد ليلة بيضاء مباشرة بعد إعلان تتويج فريق الرجاء البيضاوي باللقب القاري، وذلك بخروج مئات من أنصار فريق الرجاء ومحبي الفريق الأخضر إلى أهم شوارع مدينة الدار البيضاء للاحتفال بهذا الإنجاز القاري الجديد. تنشكر جميع مكونات فريق الرجاء البيضاوي مسيرين ولاعبين وجمهور على هذا الإنجاز الكبير اللي حقه فريق الرجاء البيضاوي، فرح به الجماهير المغربية بصفة عامة وجمهور الرجاء بصفة خاصة. العودة الإفريقية عبر بوابة الكاف كنتمناو ما تكونش هذه غير النهاية، تكون إلا بداية الألقاب إن شاء الله،
والقادم أفضل إن شاء الله. هانئا إذن لفريق الرجاء البيضاوي بهذا الإنجاز الذي ينضاف إلى السجل الذهبي لكرة القدم الوطنية، والذي يكرس الطفرة المهمة التي تعرفها كرة القدم الوطنية على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية. وقد عادت إلى أرض الوطن اليوم بعثة نادي الرجاء الرياضي متوجة باللقب، حيث خصصت لها الجماهير الرجاوية استقبالا يليق بهذا الإنجاز القاري. أمين هناوي وسفيان الإبراهيمي. بدر بانون يلج مطار محمد الخامس بالدار البيضاء محملا بالكأس الغالية رفقة النسور الخضر بعد مباراة تاريخية ومسار طويل من النتائج الإيجابية بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. النسور الخضر خصص لهم استقبال كبير من طرف الجماهير بعد إحرازهم من لقب غاب عن خزائنهم لسنوات عديدة. الحمد لله اللاعبين يعني كانت عندهم يعني اراده، والحمد لله كانوا تقال كيف تنقولوا، فما ما ما ما, ما تاثرناش بداك الشيء، وكانت عندنا الاهم شيء هو نجيبوا الكاس. فالحمد لله المباراه كما شفتوا يعني كنا السباقين للتسجيل. الحمد لله اللقب تحت لنا بعد معاناه طويله عانينا، الحمد لله تجازينا باللقب. رجعنا الفريق الرجاء، الحمد لله فريق الرجاء رجع لسكه الالقاب، وان شاء الله نقولوا الكلمه ديالنا في افريقيا ان شاء الله. فالحمد لله جا هذا الجيل هذا رجع الامجاد ديال فريق الرجاء البيضاوي، فما نقدرش نوصف لك هذه الفرحه ديال هذا الجمهور كامل. عندنا شي حاجه كبيره، فنتمنى من الله سبحانه وتعالى نزيدوا في الالقاب من فريق الرجاء البيضاوي. اللقاء الحاسم بملعب الشهداء بمدينة كينشاسا الكونغولية لم يكن سهلا أمام الفريق الأخضر لولا تكاتف كل مكونات النادي من طاقم إداري وتقني للعودة باللقب. الحمد لله الفريق قدم مقابله في المستوى وتمكنا باش نجيبوا معنا هذا التتويج هذا، وكنقدم كذلك هذا اللقب هذا للجمهور العريق الرجاء. إنها منافسة صعبة بلقاءات عديدة ومواجهات بمختلف البلدان الإفريقية. الفريق عمل بشكل جيد، وأنا جد سعيد برؤية الجماهير البيضاوية تحتفي بهذا الإنجاز وسط أجواء من الفرح والافتخار. وخارج بوابات مطار محمد الخامس كانت الأجواء جد حماسية بحضور مئات الجماهير وترديدهم لأناشيد النسور الخضر. الرجاء تسعد مختلف الجماهير المغربية بلقب قاري جديد.